السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم النهارده عن تجربتي وازاي خسيت وانا برضع بنتي. يا بنتي ما شاء الله دلوقتي عندها سنه و3 شهور. انا خسيت من بعد الولاده حوالي 17 كيلو. فهقول لكم الحاجات اللي انا بعملها والروتين اللي انا مشيت عليه. لو انت لسه والده وبترضعي اكيد نفسك ترجعي وزنك زي قبل الحمل، بس في نفس الوقت خايفه طبعا الدايت يأثر على لبن البيبي. في الفيديو ده هقولك ازاي تخسيه بطريقه صحيه وامنه وقت الرضاعة من غير ما تحرمي نفسك ولا تضري البيبتين. اول حاجه عايزه بس اكلمكم عليها، ناس كتير بتقعد تسال الرضاعه بتخن ولا بتخسس. هي يا جماعه الرضاعه نفسها بتساعد على حرق تقريبا من 400 ل 500 سعر حراري في اليوم. فكده الرضاعه الاجابه ان هي بتخسس، بس احنا لو خدنا ازيد من السعرات الحراريه اللي احنا محتاجينها هنزيد طبعا في الوزن. طب انت الوقت المناسب ان انت تبدأي فيه، لو انت طبيعي، على حسب حالة طبعا كل واحدة، بس انا هقول المتوسط يعني. آه انا مش دكتورة ولا اي حاجة، انا بقول لكم تجربتي، فانتوا خدوا منها اللي يتناسب مع ظروفكم. مش لازم تاخدوا التجربة كلها، بس خدوا اللي يتناسب مع ظروفكم عشان تقدروا تستفيدوا منها. لو انت والدة طبيعي ممكن بعد مثلا 6 اسابيع من الولادة. انا كنت والدة سيزيريان فبدأت بعد 4 شهور عشان عضلات جسمي تبقى لمت، وكمان ما يأثرش قوي على اللبن بتاع البيبي. عايزه اقول لكم بقى على حاجه غلط معظم الناس ان هي بتعملها، ان هي ممكن حد يعمل دايت قاسي او صيام لفتره طويله، ده بيقلل اللبن وبيأثر على الصحه. اهم حاجه طبعا عايزه اكلمكم عليها الاكل الصح. الاكل الصح ده يعني هنبدأ بايه او نعمل ايه؟ اول واهم حاجه البروتين، سواء حيواني او نباتي. آه يعني بيض، لحوم، أسماك، فراخ، البقوليات طبعا بأنواعها. البروتين بيشبع وبيحافظ على اللبن، وكمان إن اللبن يزود وزن البيبي عشان اللبن يكون مفيد. احنا على طول بنسمع إن اللبن، اشربي مية كتير وسوية عشان اللبن ينزل البيبي. طبعا ده مهم مفيهوش كلام، لأن اللبن 80% منه مية، بس الجزء الباقي ده هو ده أساس تغذية البيبي. تاني حاجة عايزة أكلمك عليها في الأكل الكربوهيدرات المؤقتة. زي إيه؟ زي مثلا شوفان، بطاطا، بطاطس، العيش الأسمر، رز البني. في كمان مكرونة معمولة بالخضار كده من الضحى، لذيذة قوي برضو. تالت حاجة عايزة أكلمكم عليها الخضار والفاكهة. طبعا هما مليانين ألياف وفيتامينات، مش محتاجة أقول لكم قد إيه مهمين ليكي وللبيبي. الحاجة اللي بعد كده الدهون الصحية، لازم نهتم بيها. الدهون الصحية دي زي ايه؟ زيت الزيتون او المكسرات، السمنة البلدي والافوكادو. كل الحاجات دي دهون صحية وهتفيدك وهتخلي اللبن بتاعك دسم وهيدي غذاء للبيبي كويس اوي. خامس حاجة بقى المية. لازم تشربوا من 2 ل3 لتر يوميا. لو قدرتوا تشربوا اكتر من كده يا ريت. وسوائل طبعا، ينسون، حلبة لو بتحبوها. عايزة اقولكوا كده كم مثال للفطار. الشوفان باللبن ده كان اساسي معايا، فطور او عشاء كمان. وممكن جنبي فاكهة، تفاح على حسب فاكهة الموسم. وفي الغدا ممكن مثلا ناخد بروتين، صدر فرخة، ورك فرخة، ايا كان بتحبي ايه، ومعاه خضار كتير، ورز بني. اهم حاجة بس لما تبدأوا في وجبتكم هتبدأوا بالبروتين، هو اهم حاجة. وبعدين تاكلوا الخضار سواء السلطة او خضار المطبوخ والرز البني. بعد كده في العشاء هناخد بيضتين او 3 ومع سلطة وعيش بلدي عادي. العيش البلدي حاولي برضه ما تزودوش منه عشان هو بيتخن. كمان الجبنة القريش مفيدة في الفطار أو في العشاء. لو مش بتحبوها، ناس كتير مش بتحب طعمها، اضربوها في الخلاط مع شوية لبن وشوية بابريكا وفلفل أحمر مشوي. أنا كنت بحبها بالطريقة دي بصراحة أوي. بين الوجبات ده احنا ممكن ناخد مكسرات، زبادي أو فاكهة. الكلام ده لو جوعنا. وعايزة أقول لكم وقت ما تجوعوا، اشربوا الأول كوباية مية وبعدين كل الوجبة بتاعتكم. حاجة كمان كنت بعملها، لو بقوم وخلاص بقى أنا بكريفنج أول حاجة مسكرة، كنت بحط بلح اللي هو الطري، وبحط معاه معلقة طحينة، باخد بلحية أو 3 وبحط بفتح البلح وبحط في قلبيه طحينة. وده ممكن يكون يعني وقت الكريفنج قوي
الحلويات. حاجة كمان برضو بذور الشيا. بعمل منقوع ليها في مية من بالليل. بحتاج بقى على مدار اليوم، بس لازم يتشرب معاها مية كتير جدا جدا جدا. هي بتشبع، بتساعد ان احنا ما ناكلش كمية كبيرة. آه، فهتفيدكم برضه. بذور الشيا كنت باخدها على المية كده واعصر عليها ليمون واشربها، واحطها في كركديه واشربها. او بحطها على مثلا كوبايه زبادي ومعلقه واحده على كوبايه الزبادي، واسيبها طبعا لحد ما تنفش، وبقطع عليها مانجا. او بعمل كده برضو مع اللبن، احط اللبن واحط عليه معلقه وبقطع عليها قطع المانجا. بيبقى طعمها لذيذ وبتتبلع بسرعه. الحاجه بقى اللي عايزه اقول لكم عليها بعد كده، الحاجات اللي انا ما كنتش بشربها خالص. آه، اي مشروبات غازيه بكل انواعها، حتى اللي هي دايت او السكر دايت مش باخدها خالص. واي عصاير طبيعيه اللي هي بتبقى برا، زي جهينة ومراي والحاجات دي، ما كنتش باخدها نهائي، لان هي مليانه سكر كتير جدا جدا وبتجوعنا جدا. هو مهم ان احنا نشرب سوائل كتير، بس السوائل دي مش لازم تكون عصاير. احنا ممكن ناخد الفاكهه كده، او المشروبات بتاعتنا تبقى كلها اليانسون، النعناع، الحلبة، كل المشروبات السخنة معانا، وبشرب ده كله طبعا من غير سكر. اي حاجة برضو تانية اللي انا منعتها، اي حاجة مقلية واي حاجة مسكرة او عليها سكر. انا قللتها طبعا، ما منعتش منع كامل، بس انا على فترات كنت باخدها، بس اقل من قبل كده، لانها اصلا شخص بحب الحلويات اكتر من الاكل العادي. فكان بالنسبة لي الموضوع ده صعب جدا جدا، فحاولت ان انا اقللها، بس على الاقل ممكن مثلا تبقى مرة في الاسبوع وقطعة او قطعتين من نفسي. وبحاول ان انا ما اجيبش اي حاجة من الحاجات دي في البيت عندي، لان هي طول ما هي موجودة قدامي انا هاخد منها. بمنعها، مش اللي هو اخليها عندي واجرب اشوف طب انا هعمل ولا مش هعمل، لا، ما كنتش بخليها اصلا في البيت. ارجوكوا ارجوكوا بلاش ادويه او اي اعشاب للتخسيس من غير ما ترجعوا للدكتور بتاعكم. ارجعوا. الحاجه اللي بعد كده، حاولوا يعني معلش بلاش اي صيام متقطع، خاصه في اول 6 شهور، لان البيبي في اول 6 شهور بيبقى يعتبر 100% بيكون معتمد على اللبن بتاعك. فانت ممكن تاخدي كل النصايح اللي انا قلتها دي، بس ما يكونش منها الصيام المتقطع. الصيام المتقطع انا لما بدأت فيه كان بنتي عندها 10 شهور. حاجة كمان عايزاكم تهتموا بيها، حاولوا ان انتوا تتحركوا كتير، او تعملوا اي رياضة. اهم حاجة تعملوها او ابسط حاجة يعني، المشي. امشوا حوالي نص ساعة او ربع ساعة مثلا مرتين على حسب ما تقدروا. انزلوا حاجة من تحت البيت، اتمشوا بالبيبي بتاعكم كمان، ده بيكون كويس في الاول عشان نفسيته وعلشان يتكلم بسرعة. وممكن حتى في البيت تعملوا تمارين خفيفة، بس مش تمارين كارديو كده، لا. ممكن تعملوا تمارين يوجا، تمارين البطن، ترقصوا حتى مع نفسكم كده. حاولوا تتحركوا في البيبي كتير، واستغلوا كمان ان انتوا تعملوا وقت كويس مع بعض انت والبيبي، وتقربوا لبعض اكتر. حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، وانتوا بترجعوا تاني لحياتكم الطبيعية، ارجعوا لده تدريجي. حاولوا ما تعملوش ده مرة واحدة عشان ما تأثرش على حركتكم. عايزة بقى اقول لكم بجد، هي جولدن تريكس كده اللي ساعدتني وكانت يعني في الجول. كنت بقسم وجباتي ل5 أو 6 وجبات صغيرين، علشان ما اضطرش ان انا افترس حاجة في النص. فمش باكل على مرتين او مرة، لا، كنت باكل كذا مرة في اليوم. وحاجة كمان، وقت ما كان بيجيلي فرصة ان انا انام كنت بنام، عشان النوم بيساعد على الحرق. فانتي لو نومك مش كويس، للأسف الحرق مش هيكون تمام. فالنصايح دي برضو مش هتجيب فعاليتها بنسبة 100%. فحاولي نامي على قد ما تقدري، في وقت ما يكون حد موجود معاكي او بيساعدك اعملي كده. حاولي ان انتي تعملي كمان وجبات جاهزة تبقى معاكي في التلاجة، عشان ما تضطريش تاكلي اي حاجة كده لما تجوعي. لو تقدري تعملي حاجات الاسبوع كلها في يوم واحد، ممكن تعملي كده علشان تسهلي على نفسك. كمان الفيتامينات اللي احنا كنا بناخدها في وقت الحمل، بتفضل مكملة معانا لبعد كمان الولادة. فانتي في الفترة دي حاولي تاخدي فيتاميناتك اللي الدكتور كان كاتبالك واللي انت بتكوني محتاجاها، لانها برضو بتأثر على صحتك، وبتأثر على وزنك وبشرتك وشعرك، بتأثر على كل حاجة. فحاولوا تهتموا أي مالتي فيتامين الدكتور كان كاتبهولك، التزمي عليه.
اول فتره اللي هي في اول 6 شهور، حاولي ان انتي تشربي مشروبات سخنه او دافيه كتير عشان تزود اللبن للبيبي وما تاثرش عليه. ممكن تعملي مثلا لتر او 2 لتر كده، تعمليهم كلهم مع اول اليوم، ينسون على شمر على كمون على تيليو. كل الاعشاب اللي انت بتحبيها حطيها كلها واعمليها من اول اليوم، خليها مثلا في شفشق جنبك كده او حاجه صفيها، واشربي منها على مدار اليوم كل ساعه مثلا كوبايه مع الميه مع الشوربه بتاعه الفراخ. برضو ده نفعني جدا برضو. الموضوع هيجي تدريجي وهتنزلوا تدريجي وهترجعوا لحياتكم الطبيعيه تاني عادي. ما تهتموش بالنظام في الاول. خلي بالكم من مقاساتكم اول ما تمشوا على النصايح دي، خدوا منها اللي يناسبكم زي ما قلت لكم. في الاخر عايزه الخص لكم كده الفيديو. بص، هو التخسيس وقت الرضاعه انا ما حسيتش ان انا اتحرمت من حاجه، بس هو الفكره في تنظيم وبعرف انا باكل ايه والكميات بتاعتها. الكميات دي اهم حاجه، الكميات بجد اهم حاجه. ونوع الاكل، مش باكل اي حاجه خلاص. فاحنا كده اهم حاجه ان احنا ننظم اكلنا ونشرب ميه وسوائل كتير جدا، ونتحرك حركه بسيطه قدر المستطاع. انا عارفه ان احنا بنكون يعني والدين ومش قادرين، بس في اول فتره الدنيا بتبقى صعب. فاحنا وقت ما نقدر نعمل كده نعمل كده، نزود الحركه معانا. بس طول ما احنا قاعدين في البيت مش قادرين ان احنا نتحرك، هننظم اكلنا والشرب الميه يكون معانا باستمرار. دي حاجات هتفرق معاكي. اهم حاجه طبعا صحتك وصحه البيبي. لو التزمتي بالنصايح دي هتلاقي نفسك بتنزلي من غير ما تحسي اصلا. بس كده خلصت الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وتشتركوا في القناه والفيديو عجبكم.